بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. فريقنا العزيز وياكم، محدثكم قائد الفريق وممثل الفريق عند شركة لينك فاينانس، أخوكم فوزي العابدي. طبعا اليوم نحدثكم من أنطاليا بعد 3 أيام لقاءات مستمرة مع الناس اللي جدتي والقادة زين في فندق اوكي برئاسة شخص حقيقة مميز اللي هو الشيخ مؤيد البهادلي، رجل صاحب مبادرة رائعة، جمع الفريق ووجههم وكان له دور فعال باللقاء والنتائج الإيجابية اللي صارت به. حقيقة حنتذكركم على وحدة صارت باللقاء هذا. اللقاء كان يعني مميز جدا وطرحنا نقاط اللي تمثل صميم العمل. النقطة الأولى أنه اتفقنا كتيم أن يطلع فريق أو الناس اللي جتي في أنطاليا فريق يمثل الفريق العراقي بلقاء خاص في دبي مع الشركة للحصول على إجابات برئاسة الشيخ مؤيد البهادلي، لأن رجل محايد وما له أي مصلحة بأي شيء بالعمل. يعني جزاه الله الف خير أنه هيك نماذج عندنا موجودة تساعد الفريق حتى يعبر إلى بر النجاة. الغاية من حضور الوفد للشركة عدة نقاط، أهمها أن الحصول على إجابات مباشرة من الشركة حول كسر العقد واسترجاع رأس المال واستمرار تدفق الأرباح وانطلاقه للفريق، إضافة أنه الحصول على معلومات مهمة عن شفافية الشركة ومصداقيتها للفريق. هذا الوفد طبعا حيطلع بنتائج جدا رائعة مع الشركة. ليش؟ لأنه حيكون تماس مباشر مع مديرين الشركة. يعني هذا اللي هو اللقاء طبعا الثالث حيكون الفريق العراقي مع الشركة بشكل مباشر، وحيكون هذا الوفد هو ممثل الفريق العراقي بكل مواضيع ومشاكل العمل إذا كانت موجودة. هاي النقطة الأولى اللي توصلنا لها. النقطة الثانية اللي هي أما يعني هو مطلب واقتراح وهو أمر لازم ينفذ الشركة، اللي هو انه يفتحون امكانيه استبدال الرصيد العادي برصيد الاي بي بنك حسب قوانين الشركه. اللي يشوفه مناسب احنا موافقين عليه، بس خلي يبدلوا لنا. ليش؟ لانه موضوع انه الفريق يظل عنده رصيد وما يستفاد من عنده هاي خساره لكل الناس. فهذا الشيء صار مطلب، والشركه حاليا تدرس هذا المقترح، ترتب الامور مالتها ان شاء الله. الايام الجايه نشوف نتائج حلوه لهذا المقترح او الطلب الفريق العراقي اللي قدمه للشركه. هاي النقطة الثانية. النقطة الثالثة، شهر 11 كان المفروض واحد من الناس انا كنت منتظر السحب، انه ما صارت كل الحسابات السحب للاسف. من رجعنا الشركة قالوا اكو عقود ما كاملة وامور قانونية ما كاملة، ينتظرون على ما تكتمل. حقيقة يعني الشركة كانت جدا متأثرة على الفريق، لانه هاي المواضيع بعد 8 9 اشهر والناس بعد ما تستلم، هذا شيء ضايق الشركة جدا. فالشركه انه بدات ترتب الشغل على امور ثانيه بحيث تساعد الفريق يخفف من محنته، من ضمنها اضافه خدمه الاي شوب للموقع، الرصيد العادي والرصيد المنقول واي رصيد عندك بالموقع اي حساب حيكون متاح الشراء بشكل مباشر من هذا الاي شوب. يعني هذا الشيء انا اعتبره انجاز جدا مهم لكل الفريق العراقي. اضافه الشركه فتحت لنا انه اذا اخذت اي بي بنك راح تعطيك 50% حتى تساعدك على صرف الارصده القديمه مالتك. طبعا هاي كلش مهمه، لانه تخفف الشركه الوضع الحالي الموجود بالفريق، تخفف من عنده. النقطه اللي وراها همات والمهمه، احنا نحكي حاليا على تطورات ثانيه بالعمل، اللي هي انه الشركه حاليا تتناقش انه نضيف اضافه تداول يدوي بالموقع كنوع من شفافيه ومصداقيه الشركه بالايام الجايه. ليش؟ لان هاي الخدمات كانت مفقوده سابقا بالاداره السابقه، لكن حاليا الاداره الجديده تتوفر لنا كل هاي الطلبات. الحمد لله والشكر. طبعا هاي النقطه الثالثه. النقطه الرابعه اللي تعتبر نقطه تواصل للفريق، طلبنا من الشركه ان يكون ان الفريق دايركت مع الشركه بدون وسيط. هسه احنا حصلنا دايركت في كل الامور، بقى دايركت في التواصل، يعني بدون ابلاين، فقط انت والشركه تفتح الموقع مالتك تشوف تواصل مباشر، تكتب تريده يجاوبوك عليه. طبعا هاي النقاط كنا احنا نفتقدها سابقا، هسه حاليا بدات الشركه تاخذها بجديه وتمعن في تنفيذها ان شاء الله. هاي النقاط طبعا اكو نقاط ثانيه حتكون همك كذلك مفاجات ثانيه للفريق، اللي هي تمثل اولا اقامه كرنفال او ميتنج كبير للفريق العراقي بالخارج ان شاء الله اذا استقرت امور كورونا.
نية الشركة. النية الثانية انه فتح مكتب تنفيذي للشركة في دبي، شركة يونيك فاينانس، خاص للفرق الموجودة التابعة لها بالشرق الاوسط، اللي هو طبعا فريق المنبس هو تابع لهم. زين، هذا التنفيذ هو تنفيذ رسمي حيكون. الطلبات اللي طلبناها من الشركة ووافقت على قسم عندها حاليا انه الغاء الغرامات في تصحيح الايميل وفتح كل الوكالات المعلقة والمغلقة عند الفريق. حاليا يتم انه فض الامور الخاصه بهاي الوكالات اللي تعتبر يعني انه تصفيه كل المشاكل داخل الفريق. يعني الحقيقه الوكالات المعلقه او المغلقه لاي سبب كان ان شاء الله الايام الجايه ان شاء الله حتفتح تدريجيا لكل الفريق ان شاء الله. اتمنى لكم الخير يا ربي. طبعا الموضوع في بعد هواي نقاط ايجابيه، لكن احنا راح ان شاء الله بلقاء ثاني نعطيكم اياها همات، لانه نقاط كلش هواي. نشكر الاخ استاذ مايد البرادلي الرجل. تحيه طيبه لاخواننا العراقيين، وان شاء الله نقول لهم ازمه كورونا ان شاء الله شده وتزول والامور ترجع طيبه ان شاء الله بالعراق. اخوكم ومحدثكم وخادمكم فوز العابدي، ممثل الفريق العراقي في شركه يونيك فاينانس.